تاريخهم مليان بالطرد ومحدش طايقهم ولا قادر يستحملهم. أغضبوا ربنا سبحانه وتعالى، فربنا أقسم إن هو هيعاقبهم. قال تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الآية دي نزلت في اليهود والمنافقين بتوع المدينة. طب ليه هم كانوا بيعملوا إيه عشان ينزل فيهم الكلام الكبير ده؟ فلو بصينا للآية اللي قبل منها، قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن لم ينتهي، خد بالك إن ده قسم من رب العزة سبحانه وتعالى، ولا يقسم الحق إلا على شيء عظيم. طب هو ربنا سبحانه وتعالى لازم يقسم عشان نصدق؟ طبعا لا، لكن ده يدي لك احساس رهبه ان اللي جاي وراها شيء كبير. لذلك لما كان احد العارفين بالله لما كان يسمع قسم في القران الكريم كان يترعش وكان يقول لك: من اغضب الكريم حتى الجاه ان يحلف. ليه تخلوه يحلف؟ ليه تغضبوه لحد ما تخلوه يحلف؟ لئن لم ينتهي المنافقون. المنافق ده المؤمن بلسانه الكافر بقلبه، والذين في قلوبهم مرض. قال عكرمة وغيره: الذين في قلوبهم مرض هم الزناه والعياذ بالله، والمرجفون في المدينة. الإرجاف اللي هي الهزة الشديدة أو الاضطراب الشديد. كانوا أول ما بيشوفوا الإسلام بدأ يقوى كده ويشتد، يقوموا يعملوا هزة في قلوب المسلمين أو المؤمنين، ينشروا الشائعات والأخبار الكاذبة. كان يقول لك: شوف القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية اجتمعوا عشان يحاصروا محمد والمدينة، عشان لو في حد لسه حديث عهد بالإسلام، لسه مسلم جديد يعني، أو واحد إيمانه كده مش قوي، يقوم يراجع نفسه وثقته في الدين تتهز. أو يجي يقول لك: فلان ده ارتد، أو فلان ده لما أهله عرفوا إن هو أسلم عذبوه عذاب شديد. أي كلام بيتقال يمشي بالفتنة ليصرف أهل الحق عن حقهم. شوف كذابين من إمتى؟ من 1400 سنة. الله سبحانه وتعالى بيقول لك: كذابين، منافقين، أساتذة في إشاعة الفتن، أساتذة في الكذب والتحوير. فده وعيد من ربنا سبحانه وتعالى، وقسم إن لو ما كانوش الجماعة المقرفين دول ينتهوا ويرجعوا للحق لنغرينك بهم. هنسلطك عليهم وهنقول لك عليهم بالاسم بدل ما بنستر عليهم، وهنخليك عارفهم واحد واحد، ثم لا يجاورونك فيها، يعني في المدينة. هننفيهم بره المدينة ومش هيقعدوا معاك إلا وقت قليل قوي قبل ما نكتب عليهم النفي من المدينة. وقد كان والحمد لله. ملعونين، ملعونين الشوية اللي هيبقوا قاعدين معاك فيها في المدينة قبل ما يخرجوا منها ويطردوا. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا يعني أينما وجدوا، أي مكان هيروحوا فيه أخذوا يعني أخذوا أسرى، وقتلوا تقتيلا. عارف قتلوا تقتيلا دي تعبير كده فيه عنف وشدة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد ما يبقاش في قلبك أي رحمة عليهم. وتقرأ أيضا: ملعونين أينما ثقفوا، وبعدين أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني مكان ما يروحوا ملعونين ومطرودين من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، محدش طايقهم. اقرا كده تاريخهم، عاملين زي الجرب، يقعدوا في أي مكان تلاقي العالم كله بيهرب منهم، عايزين يطردوهم. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما. قطعناهم قطع قطعة يعني، والقطعة دي تفرق من مجتمع، يعني اكن ده مجتمع وخدنا منه قطعه، او اكن ده مجتمع وفي قطعه جوه المجتمع ده. القطعه دي لوحدها متماسكه مع نفسها. تلاقيهم في كل مكان مش عارفين ينسجموا مع المجتمع، عاملين زي الجرب. تلاقي ليهم اماكن مخصصه، مستوطنات، مش عارف حاره ايه، لا يذوبون في امه ابدا. حتى اصلا قيام الكيان المقرف لما تيجي تدور ورا اسبابه تلاقي ان هم في كل مكان بيطردوا. فقال لك: روحوا هناك واحنا هنساعدكم، بس خليكم بعيد. اخذوا وقتلوا تقتيلا. الناس اللي قاعدين حواليهم في المكان او في المجتمع اللي هم فيه هياخدوهم ويقتلوهم تقتيلا، زي ما حصل كده في اللي مصدعين بيها، ومن يوم ما تكونوا وعايزين يكسبوا بيها تعاطف الناس بأي طريقة. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة ربنا سبحانه وتعالى وحكمه في المنافقين والعالم المعفنين دول. لو ما رجعوش عن اللي هم بيعملوه هيسلط عليهم أهل الإيمان، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لأن ما فيش شريك لربنا سبحانه وتعالى في حكمه وفي ملكه، فما حدش هيقدر يعدل على القوانين الإلهية. ما فيش لا تبديل ولا تغيير في الكلام. فأيقن يا محمد إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيغير في الجماعة دول سنته وحكمه، وإن أهل الإيمان هيسلطوا عليهم، هيسلطوا.